على إثر الاحتلال الفرنسي للجزائر، هاجر عدد من الجزائريين إلى المغرب بحثا عن الحرية، فنقلوا معهم ألوان الطرب الجزائري، واستطاعوا نشره بين الهواة بل تعليمه لكثير من محترفي الموسيقى بالمغرب. 1850 أن بعض المشايخ كانوا يأتون من تلمسان إلى مدينة وجدة لإحياء السهرات. زاد دعم هذا الوجود نتاع هذا التراث في مدينة وجدة هما العائلات الجزائرية اللي متواجدين بكثرة هنا في وجدة، ومن بينهم مثلا الوالدة ديالي جدودها سي لي غران ماتر دو لا ميوزيك اندالوز في الجزائر، الشيخ العربي بن صاري وعبد الكريم دالي.